بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي طلاب الصف الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في درس مسجل جديد في مجال الآداب والأخلاق الإسلامية. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلى ماذا تدعو الآية الكريمة؟ ممتاز، تدعو إلى طاعة الوالدين والإحسان إليهما. إذن درسنا اليوم طاعة الوالدين. أهداف درسنا: أولا أن نذكر أهمية طاعة الوالدين. ثانياً أن نبين كيفية طاعة الوالدين. مستعدون؟ أحسنتم، فلنتوكل على الواحد الأحد. نبدأ مع الهدف الأول، وهو أن نذكر أهمية طاعة الوالدين. ولهذا بني أدعوك لأن تفتح هذا الرابط الإلكتروني وتشاهد فيديو حول طاعة الوالدين. بعد أن تشاهد الفيديو ستستخرج أهمية طاعة الوالدين، والمتمثلة في: أولاً رضا الله في رضاء الوالدين. الوالدان سبب في دخولنا الجنة ونيل القرب من الله عز وجل. نمر إلى الهدف الثاني، وهو أن نبين كيفية طاعة الوالدين. ولهذا أبنائي أدعوكم إلى التأمل في هذه الأوراق. يمكنكم أيضاً أن تستخرجونها وتلونوها. تخبرنا هذه الأوراق بكيفية طاعة الوالدين. أولاً أطيع أبي وأمي في كل ما يأمراني به. ثانياً لا أرفع صوتي فوق صوت والدي. ثالثاً أساعد أمي في أعمال المنزل. رابعاً أكثر من الدعاء والاستغفار لأبي وأمي. أخيراً أظهر الحب والاحترام لأبي وأمي. يلا نكررها مرة ثانية. أطيع أبي وأمي في كل ما يأمرني به. لا أرفع صوتي فوق صوت والدي. أساعد أمي في أعمال المنزل. أكثر من الدعاء والاستغفار لأبي وأمي. أظهر الحب والاحترام لأبي وأمي. بهذا أبنائي نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. ما بقي لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.